السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون ممكن نستخدم برنامج الكاب كات بالنسخة المجانية؟ زي ما تشوفون هذا البرنامج كاب كات أنا منزله ماكو أي مشكلة. حاليا إذا أريد برنامج كاب كات لازم أكو أمور نسويها. والأمور شنو هي نسوي؟ حاليا هذا البرنامج لازم نحذف بقايا البرنامج مال كاب كات القديمة على مود شنو من ننزله مو ما به تحديث القديم. فهسه حاليا راح أروح على هذا البرنامج طبعا مجاني من الشركة مجاني، أضغط تحميل. بعد ما ضغطت له تحميل أول يفتح يفتح. إذا ما نزل تضغط تحميل. إذا ما نزل بعدها راح نثبت البرنامج، مو ما يظل شي في التثبيت، راح نثبته وراح يطلع لنا بهذا الشكل. ندخل على البرنامج. بعد ما دخلنا عليه ممكن يطلع لك بغير واجهة، واجهة بالطول يمكن أو ما المهم أنت إحنا شغلتنا ما لنا علاقة بشلون ما شلون هو مو هو. لكن نجي ونضغط على كليك يمين. بعدها أضغط حذف. هنا أنا كل شي ما أسوي هذا خيار عقب ما لنا شغلة بيه، أسوي حذف. بعد هذا الخيار راح يطلع لك أكو ملفات، تسوي بالإنجليزي مكتوب تحديد ووراها ديليت. ملفات كل شي لا تخلي احذف ما لك علاقة، أي شي موجود احذفه، احذف كل شي لا تخلي. هاي ملفات قديمة ما لك علاقة بيها احذفها. بعد ما حذفناها راح نسوي راح أعطيكم هذا اللي هو النسخة المجانية من كاب كات. أجي وأسوي تنزيل. إذا ما نزل نفس الحال أضغط تنزيل على أي حال راح ينزل هنا. بعد ما سوينا تحميل للبرنامج راح نروح للملفات. أكو موضوع كلش مهم كلش مهم، وهو الموضوع شنو هو؟ قبل من التبتيع يعني مثل وصل هنا البرنامج يعني نزلت الملفات ايش راح تسوي؟ راح تطفي اللابتوب وتشغلها أو الجهاز. إن خاف أكو مشاكل أو أي يعني اللابتوب راح ترسج من جديد. فالبقايا مالت البرامج راح تروح، راح تيجي أنت راح تثبت البرنامج راح يشتغل وماكو أي مشكلة. ولهنا وصلنا الفيديو، أتمنى استفاديتوا.